السلام عليكم الإخوان والأخوات، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفرجة ممتعة إن شاء الله في تتمة تسجيل حساب باي حقيقي وبطريقة صحيحة. البارح شفنا في الفيديو الطريقة ديال البداية كيفاش نفتحوا الحساب. اليوم غادي نكملوا المراحل. تابع معايا الشرح وباش ما تفوتك حتى شي حاجة، كمل الفيديو حتى الاخر، عاد طبق باش هكا ما ترتكبش اخطاء، لان الغرض عندنا ماشي هو غير نسجلو، وانما نسجلو بواحد الطريقة صحيحة اللي تمكننا من الاستفادة من بعد. مفهوم؟ لانك ملي غتعرف المشروع وغتعرف الحيثيات ديالو والآفاق ديالو والمستقبل ديالو، غادي تبغي تحتفظ على الحساب ديالك. وهذا الحساب الا ما قاديتيش مزيان من الاول فلا جدوى منه. مفهوم اخي العزيز؟ تابع معايا الشرح. الآن كما كيبان لك في الصورة الواجهة ديال التطبيق، اليوم الثاني بعد التسجيل. كتلاحظ معايا هنايا العداد خدام، يعني ولات 0.046 جزء من باي أو ميكرو باي، يعني الأمور غادية مزيان. دابا أنت تتعدن في العملة ديال البي أي وتقدر تستافد من النظام البيئي ديالها ومن الخدمات اللي كتقدم. مبروك عليك حساب بايونير. شو الآن للقائمة الرئيسية من هنا أخي العزيز. هذه هي القائمة الرئيسية التي سندخل ونتم الإعدادات من خلالها. كما تلاحظ اللغة عربية، لأننا غيرنا اللغة لكي يسهل على المتابعين قراءة المعلومات كلها هنا. كما تلاحظ هنا الشاشة الرئيسية قائمة الماينيت، هذه التي سنشتغل عليها اليوم. سنشتغل هنا. من هنا تتم تنزيل المحفظة كما قلنا في السابق. هنا تطبيقات الباي، هنا التعدين، فريق الإحالة، الناس الذي ستقوم بتسجيلهم بكود الإحالة الخاص بك، أو لا كود دانفيتاسيون اللي هو اليوزر نيم ديالك، سيظهرون لك في هذه الخانة. الأدوار، أنت الآن بايونير وكل مرحلة هي بدور. ليس مهم، ولكن فقط الكور تيم يشرح لك المسائل هنا. الدردشة كما قلنا، تطبيق الشات، النود إذا أردت ربط حسابك بالحاسوب فتعدن أكثر وبسرعة أكثر. مفهوم؟ هنا الأسئلة الشائعة، بما أن المشروع انطلق 2019 ونحن الآن في 2026، فلا بد أن هناك واحد الداتا كبيرة ديال الأسئلة وديال الشروحات ستجدها هنا. الأسئلة الشائعة أو لا في قسم الدردشة هنا. مفهوم؟ كنت تريد معرفة بعض الأشياء، المهم هو إعدادات الحساب. مفهوم؟ أما باقي فهو ثقافة عامة. الورقة البيضاء خاصة بالمشروع، وهذا مهم أن تقرأه، لأن أي مشروع لديه ورقته البيضاء الخاصة به. من هنا بوابة الدعم، إن كان هناك مشكل في حسابك أو لا مشكل في بعض الخطوات تعذر عليك إتمامها، ممكن مراسلة بوابة الدعم. الفريق الأساسي كما قلنا، من هنا تعرف الفريق الأساسي أو الكور تيم المسؤول عن المشروع. مفهوم؟ دكتور نيكولاس والزوجة ديالو الدكتورة فان. على ذكر الكور تيم، فقد حضروا مناسبة عالمية اللي هي مؤتمر ميامي كونسينيوس. مفهوم؟ وخلال هذا المؤتمر قاموا بتوضيح المشروع للعامة والحاضرين، وأبهروهم بما وصلت إليه باي نتورك من إنجازات. أكثر من 60 مليون مستخدم. نسبة كبيرة من المستخدمين استطاعوا أن يجتازوا مرحلة التحقق من الهوية، لأنهم ملأوا معلوماتهم صحيحة وقاموا بتسجيل صحيح كما أشرح لك الآن. فهذا هو الغرض، أن تصبح أنت أيضا ضمن هاد الناس الذين حصلوا على التحقق من الهوية، اللي هو الكي واي سي، نيو يور كاستمر.
هذه الخاصية اللي هي جاري بها العمل حاليا في جميع المشاريع الحقيقية والمنصات الموثوقة، لأنها تثبت أن الشخص ذو هوية حقيقية، وأن لديه حساب واحد، وأنه إنسان وليس روبوت أو بوتات كما يشتغل بعض المشاريع النصابة والوهمية. فأنت الآن ضمن نظام مقنن، ونظام رسمي، ونظام يبني أساساته بقوة لينطلق في عالم المنظومة الرقمية. مفهوم؟ الملف الشخصي هنا تجد معلوماتك الخاصة كما ذكرنا. كان هذا بإيجاز لكي ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي الماينيت. هنا سندخل ونتم بعض المهام لكي يصبح الحساب جاهزا للتقديم إلى مرحلة التحقق من الهوية. ندخل إلى الماينيت بضغطة زر، نصل إلى هذه المرحلة هنا كما تلاحظ معي. قراءة سريعة لهذه المعلومات. رصيد لم يتم التحقق منه. حاليا أنت لم تجتز مرحلة الاختبار من التحقق من الهوية. إذن العملات كلها التي عدنتها والكوينز والنقاط التي حصلت عليها هي هنا بالأصفر، لم يتحقق منها، أي لم نعرف شخصية هذا المعدن أو شخصية هذا المشترك الذي هو أنت. مفهوم؟ هل تضيع لا تضيع، رصيدك يبقى هنا حتى تجتاز مرحلة التحقق من الهوية، فيصبح رصيد قابل للتحويل إلى المرحلة الرئيسية. مفهوم؟ عندما يصبح رصيد قابل للتحويل إلى المرحلة الرئيسية، تدخل في مرحلة الانتظار لكي يحول إلى محفظتك الرصيد الذي عدنته، ويظهر معك الرصيد في هذه الخانة. عندما يحول إلى محفظتك يظهر هنا هاجر إلى الماينيت. إذن الأمور مضبوطة، والمشروع حقيقي، والتطبيق شغال، والحساب مضمون إذا ملأت معلوماتك صحيحة. مفهوم؟ إلى هنا الأمان. الآن لكي ننتقل من هذه المرحلة إلى هنا، علينا أن نملأ هذه القائمة بالطريقة الصحيحة. مفهوم؟ ندخل على قائمة التحقق من الماينيت. وقبل أن ندخل إلى التحقق من الماينيت، بما أنه حساب جديد، سنقوم بإعداد تهيئة الوديعة. هذه المرحلة ضرورية في اليوم الثاني بعد التسجيل. أنصحك بإتمام هذه المهمة لكي تنتهي منها ويرتاح بالك. ما هو دورها وكيف تشتغل؟ ندخل عليها، تهيئة الوديعة. لاحظ معي هناك واحد الباريم هنايا، نسبة الحجز أو الإيداع، مدة الحجز أو الإيداع. الدور ديالها هو زيادة التعدين وزيادة سرعة التعدين. إذا لم تفعل هذه الخاصية وتختارها بنفسك، سوف تفعل لك أوتوماتيكي، وهذا غير مقبول. إذن هذه نقطة يجب أن تكون حريصا على إتمامها مسبقا في اليوم الثاني بعد التسجيل. انظر، 3 سنوات وأنت تنتظر أن يفرج لك على حسابك. سيحولك إلى المحفظة، ولكنك لن تستطيع الاشتغال به أو الاستفادة منه حتى تمر هذه المدة كلها. ولكن إذا أعددتها كما سأشرح لك الآن، لن يكون هناك أي مشاكل. عندك هذا الزر هنا، هذا ستحتاجه في المرحلة التالية. أما الآن سنختار بما أنك متسجل جديد والمشروع في مراحله الأخيرة، إذا ستريد أن تستفيد. أنصحك باختيار النسبة هذه النسبة، مثلا 25 أو 50% لمدة سنة. مفهوم؟ إذا اخترت 90%،
فعليك اختيار 6 أشهر. لماذا؟ ستستفيد من سرعة التعدين، هذا هو الاستفادة الأولى. ثانيا، لن يفعل لك أوتوماتيكي مثلا 3 سنوات و100% أو 200%. صعبة جدا أن تنتظر كل هذه المدة على رصيدك. مفهوم؟ إذن سأختار أقل نسبة، أقل وأكبر مدة ممكنة. مفهوم؟ مثلا أختار 25 مدة 3 سنوات. هكذا 25% من رصيدي ستبقى محجوزة 3 سنوات وأنا أستفيد عليها سرعة تعدين. مفهوم؟ زيادة معدل التعدين كما يظهر هنا. انظر، هذا هو ما ستستفيد. مفهوم؟ فأنت اختار المدة التي تستطيع الصبر عليها والنسبة التي يمكنك أن تصبر عليها. مفهوم؟ بحكم التجربة مع الإخوان ومع الأخوات في حساباتهم الخاصة، أنصحك باختيار أصغر نسبة ممكنة وأوسط مدة، مثلا سنة كاملة يحجز على 25%. أستفيد زيادة سرعة التعدين ولا أسقط في فخ ال3 سنوات و90%. مفهوم؟ الأمور واضحة. إذا أتممت الفيديو واستمعت إلى الشرح ستكون جاهزا لإعداد هذه المرحلة. مفهوم؟ قلنا 25 مدة سنة كاملة، أو 50% مدة 6 أشهر، أو 90% مدة أسبوعين فقط. يعني أقل نسبة وأقل مدة. بالتوفيق. الآن بعد أن شرحنا هذه المرحلة سأقوم أنا بالاختيار. سأختار مثلا، بما أنه حساب تجريبي، سأختار 50% لمدة سنة. عندما انتهينا الآن من الاختيار سنضغط على هذا الزر تنفيذ لكي يتم الاختيار بنجاح. لاحظ معي عندما ضغطنا على تنفيذ ظهرت هذه القائمة. سيصبح تكوين الكوميت لوك اب من خلال النقر على القفل الخاص بك ملزما على الفور، ولا يمكن خفضه قبل النقل. يعني من انت تختار خويا العزيز واختي العزيزة، صافي ما يمكنلكش انك تنقص، مثلا تنقص المدة او لا تنقص الكمية. علاش قلت لك انا ضروري انك تفعل هذا الاعداد هذا وتختارو، ما تخليش يدار لك اوتوماتيكي. مفهوم؟ يعني ممكن انك تزيد في المدة وتزيد في النسبة، ماشي تنقص. هذا هو الخيار اللي كيبقى عندك، الزيادة فقط. فمني كنختار كندير تنفيذ كتظهر معايا هذه، كنعاود نأكد بهذا كوميت لوك اب. كوميت لوك اب. مفهوم؟ هادي كنأكد هنا وصافي، ما كنبقاش ندخل هذا الإعداد هذا نهائيا لأن صافي اختاريته. ضغطوا على كوميت لوك اب. كيف ما لاحظتي تم تحديد إعدادات الحجز. نخرج من هنا، كنرجع هنا. إلا بغيت نزيد راه كنزيد، بغيت نقص ما كينقصش، ما كيتقبلش مني. واخا كتشوف الرجع كيكتب لك هنا زيادة الالتزام. داكشي علاش خاصك تختار الاختيار المناسب لك. مفهوم؟ باش تفاد هاد المشكل هادي. المهم أي اختيار اختاريتيه من بعد غتسالي المدة غادي يدوزو لك العملات للمحفظة عادي جدا. غير هو لا اختاريتي بإرادتك، ماشي هي دار لك واحد الحجز اللي هو اوتوماتيك. مفهوم؟ حتى لهنا مزيان. غنخرجو من هنا، غنخرجو من هنا من هاد السهم هذا باش هكا نرجعو نكملو القائمة. مفهوم؟ هنا غادي ندخلو على قائمة تحقق من الماينت. مفهوم؟ غادي تشوف معايا هنايا بعدا قبل ندخلو قائمة الماينت كاينة اختار الفريق. يعني ملي يولي عندك الفريق ممكن انك ترسل ليهم رسالة
باش يعدنوا. الا ما عدنوش مثلا من ورا 24 ساعه خصهم يعدنوا. فهم يعني تخبرهم من هنايا، وإلا كان الانسان منضبط راه ما كتحتاجش تخبرو، كيكون مقاد المسائل ديالو. بالنسبه لهنايا هذه الورقه البيضاء، الورقه البيضاء، فصول الورقه البيضاء ديال المشروع ممكن انك تقراها، وكنصحك انك تقراها باش تعرف مزيان التفاصيل ديال المشروع. ندخلوا لقائمة التحقق من الماينيت، كليكو عليها. فوالا، عندك قم بتنزيل المتصفح، يعني هاد الحساب ديال التعدين كيخصو محفظة، خاصك تنزلها. كنكليكو عليها كتعطينا تسجيل الدخول إلى المتصفح. مفهوم؟ كنديرو تسجيل الدخول إلى المتصفح، نكليكو عليها كتحولنا للمحفظة اللي انستاليناها من بلاي ستور. مفهوم؟ انت غتكليكي غير على الدخول إلى المتصفح، وغادي تانستالا المحفظة، غتنتظرها حتى تانستالا. مفهوم؟ حتى تانستالا باش تدخل دير كونتيني تو باي واليت. ها هي، دير كونتيني، كليكو عليها، كريي ان نوفو واليت. شتيها هنا كتلقى هاد المحفظة ديالك. وإلا كانت مستخدم قديم وعنده الحساب ديالو وباغي يدير محفظة، وعنده المحفظة ديالو مبغاش يدير وحدة جديدة، كيدير افيفو ديجا كريي ان واليت، صافي كيكليكي على هادي كتعطيه القديمة ديالو. هنا انت مستخدم جديد، يعني غدير الأولى هادي. فهم؟ هادي هي اللي غدير، يا تكليكي عليها كيعطوك واحد الكود. مفهوم؟ وتيعطوك هنا، رد معايا البال مزيان، هاد الخانة خاصة بهاد الكود. هاد الكود فيه 24 كلمة. 24 كلمة هادي ما خاص تعطيها لشي واحد، ما خاص تخليها في التليفون، خاص دير لها كوبي. الا عرفتي راسك غادي تمحي الكوبي وتخرج هاد 24 كلمة مزيان. عرفتي راسك ما غاديش تقدر تمحي هاد الكوبي من الهاتف، ما ديرش هاد الكوبي، غادي تكتب هاد الكلمات هادو كلهما، غتكتبهم في ورقة. فهم؟ مذكرة، اكتب. احنا سيدي كلشي واضح. مذكرة بهاد الكلمات. مفهوم؟ باش يبقاو عندك انت ما يمشيو فين، لان هادو هما الساروت ديال هاد المحفظة هادي اللي غتصايب، وغيدوزو لك ليها العملات. فهم؟ هنا غيدوزو لك العملات، فخاصها تكون مأمنة. فهاد 24 كلمة راه ساهلة. شتيها هادي غتكتبها بشوية عليك، شوية عليك، غتكتبها في واحد المذكرة: انمي فريلانس كوبيتي ديفيرير بوتر اوكسيجين طوك بوز. غتكتبها وتأكد منها وما ترتكب فيها حتى شي خطأ. ممنوع الخطأ الإخوان، لأن إلا درتي شي خطأ في شي كلمة ما غاديش تقبل منك. وكيف ما لاحظتيها هما حروف صغيرة. شتيهم؟ حروف صغيرة، وكاينة كلمة مسافة، كلمة مسافة، كلمة مسافة، يعني كاينما مكتوبة هنايا كيما انت غادي تكتبها. مفهوم؟ مديرش خطأ. راهو لتحت شنو كاين؟ اوتيليزي لومبرانت. ملي كتاخد هاد الكلمات السرية، ياك كتبتيهم، درتي لهم الكوبي ديالهم، اولا ما درتيش الكوبي غير كتبتيهم، المهم تأكد منهم انهم صحاح. المهم خصك تاخدهم انت. هذه هي الخطوة الأولى، ياك. الخطوة الثانية غادي يعطوك تفتح المحفظة كوبي، ياك. اوتيليزي لومبرانت ديجيتال، كيعطوك اوتيليزي لومبرانت ديجيتال. واش بغيتي تخدمها كنكليك عليها، الا عندك لومبرانت كتخدمها.
ما عندكش لومبرانت ما تخدمهاش، كونتيني، فاهم. ولكن هادو راه ضروريين، هادو راه ضروري تاخدهم، هادو ما لا تولي تدخل بهم وتخرج منهم، مفهوم. لومبرانت غير تتعاونك، غير تتسهل عليك باش ما تبقاش تكتب هادو، ياك، كتولي تخدم غير بلومبرانت، ولكن هادو عندك، مفهوم. ملي كتخسر لومبرانت ديال التليفون مثلا، البصمة، كتلقى انت عندك الحل، عندك الكود اللي هو هذا، مفهوم. يعني الكورتي معطيك جوج ديال الحلول، جوج ديال السوارت، هذا احتياطي وهذا رئيسي. فالرئيسي خاصو يكون عندك اولا، ثانيا الاحتياطي الا كان فعله سهل عليك الخدمه. صاي سالينا مع المحفظه هنايا، وهذه هي الخطوه المهمه في الحساب من بعد ملء المعلومات الحقيقيه، لان هذه هي اللي كتحافظ لك على الرصيد ديالك اللي غادي تربح، مفهوم. نخرجوا من هنايا، ندوزو، نرجعو للقائمة. هذه كلها محفظة، المحفظة راه غير هاد الجزء، غير هاد الجزء هو المحفظة. هذا تطبيق بحال شكل ديال الفيسبوك ولا يوتيوب ديال التواصل الاجتماعي، فايرسايد، ولكن على البلوك تشين، وعنده عملة خاصة به اللي هي هاد الشعلة، كتحصل عليها من الإعلانات المجانية أو اللي كتشريها. ما كنصحك لا تشريها ولا تستثمر فيها، فقط أنك تفرج في الإعلانات وتحصل عليها بالمجان. حنا هنا ما تنقدموا حتى شي نصيحة استثمارية، فقط الاستفادة من التطبيق ومن الخدمات المجانية، باش نكونوا واضحين مع الإخوان والأخوات اللي كيتابعونا. أي حاجة أخرى كتبقى قرار ديالك. كاينين بزاف ديال الأيقونات هنا كيف ما لاحظتي معايا، كل أيقونة كتخدم واحد الخدمة ديالها خاصة بها وعندها الشرح ديالها، مفهوم. كاين لانش باد اللي هي منصة إطلاق العملات والمشاريع الجديدة داخل النظام البيئي، هذه عندها واحد الخاصية كيفاش تستافد منها، سواء كنتي صاحب مشروع سواء كنتي مستخدم باغي تستافد من المشروع. هنا الأب ستوديو هذا خاص بمنشئين المشاريع والتطبيقات، كيساعدك الذكاء الاصطناعي هنايا، يعني ما كتحتاجش واحد كان قديما، يعني خاصك مبرمج وخاصك واحد رأس مال وخاصك واحد ديفلوبر، واحد تيم، يعني مصاريف بالجملة، وشوف واش ينجح التطبيق ولا ما ينجحش واش كذا. دابا غير بالذكاء الاصطناعي وبعمليات اللي حصلتي عليهم في المحفظة ديالك بالمجان، ممكن انك تخلص عملة وحدة، عملة وحدة، ودير التطبيق ديالك على الاب ستوديو، ودير له واحد ستايكين ديال العملات، واحد الكونتيتي، كونتيتي باش يخدم، ويكون هاد التطبيق كيقدم خدمات للناس باش يندرج ستايكين من العملات اللي حصلت عليهم بالمجان. وكتنشأ تطبيق بالذكاء الاصطناعي، تدرج التوكن ديالك في اللانش باد، والمستخدمين كيساهموا، كيرشحوا التطبيق ديالك الا شافوا فيه فائدة، وتياخدوا واحد الجزء من التوكن ديالك، مفهوم. هاد اللانش باد تترجع الرصيد للمستخدمين، العملات ديالهم، وتعطيهم واحد النسبة من التوكن ديال المشروع ديالك في الليكويديتي بول. المهم هاد المسألة شوية معقدة، ولكن حنا تطرقنا ليها غير باش تفهم بأن التطبيق راه ماشي ساهل. عندك هنا هاد الخانة، باش نشرحو هاد الخانة هادي ما حدنا هنايا، هي ديال الكواسي. هنا فين غادي تدفع التحقق من الهوية من بعد ما توصلك المرحلة ديال الكواسي، يعني داكشي بالنوبة. يعني كاين واحد الكونتيتي كبيرة ديال الناس اللي دافعين، ملي كتوصلك النوبة ديالك تتفتح لك هاد الخانة، وانت خاصك وقت اللي تفتحات لك هاد الخانة دوز هاد الكواسي. اشنا هو المعلومات اللي تسجلتي بهم نفسهم كتعاودهم هنا،
فقط الاسم ديالك، لاكارت ناسيونال ولا البيرمي ولا الباسبور، الوثيقة اللي باقي فيها الصلاحية، يعني خص تكون المدة ديال الصلاحية ديالها باقا، وما تكونش مكرفصة، تكون واضحة فيها الصورة ديالك، المعلومات ديالك باش تقبل. وكدوز كتجاوب على الأسئلة اللي عطاوك هنا، وتكون السن ديالك من 18 سنة الفوق بطبيعة الحال، لأن لما تقل من 18 ما غاديش توفر على وثيقة. باقي التوثيق والتحقق ديال الهوية من الناس الصغار مازال ما مفتوحش، يلاه مفتوح للكبار البالغين. مفهوم؟ فاستغل الفرصة. ندوزو دابا نرجعو للتطبيق ديال التعدين باش نشوفو المراحل الأخرى. هنا حنا دخلنا هنا باش نكملو المرحلة ديال الواليت، هذه هي اللي جابتنا هنا. هاد الأيقونات غير شرحناهم، بما أننا دخلنا راه شرحنا فيهم شي حاجة، وباقي بزاف ديال الأيقونات هنا كل حاجة الخدمة ديالها. خرجوا من هنايا، نرجعو للقائمة ديالنا. وهوم تايم مانج. بكل سهولة. تطبيق رائع، تطبيق يعني منظم، واحد النظام. خاصك غير تبع داكشي كما هو. درنا مكتمل. هنايا نزلنا التطبيق ديال المحفظة وخدينا 24 كلمة ديالنا. اشنو بقى دابا؟ هاد المرحلة 3. المرحلة 4 هي القفل. فهم؟ يعني انت خصك كتلعب على هاد مكتمل. فهم؟ يعني هاد القائمة هادي حتى لتحت ديالها كتلعب على هاد مكتمل. خاصها تولي بحال هكا بالخضر كلها، يعني رسالتي. هذا هو السيفي، هادو هما الخطوات اللي كنتبعوهم ما تنخطاوش فيهم. شاهدتي معايا الان تنزيل المحفظة، الاخذ ديال 24 كلمة. الان قم بتأكيد باي الخاصة بك. هنا ديك 24 كلمة اللي خدينا من هنايا هي اللي تنديروها هنا. مفهوم؟ احنا غندخلو وتشوف معايا اوبن ماين اب. احنا دخلنا، غادي تدخلني للمحفظة دابا. هنا فين كنكولي 24 كلمة. لاحظ معايا كولي، لأنني نسختها. انت ما غاديش تنسخها، تكتبها، وحتى لا نسختيها ما تخليهاش في الناسخ، يعني من بعد محيها من بعد ما تسجلها في الكتاب. وغندير قم بتأكيد المحفظة. فهم؟ غندير قم بتأكيد المحفظة. شتيش كاتبين لك هنا؟ لا تدخل عبارة مرورك أبدا في أي صفحة عشوائية أخرى. يعني أنت دائما هاد 24 كلمة خاصها ديرها في المحفظة، هنا في المحفظة ديالك. مفهوم؟ ديرها فشي بلاصة أخرى يدو لك الرصيد ديالك. وهذا الشيء راه تم لبزاف ديال الإخوان والأخوات تسرقوا لهم الأرصدة ديالهم لأنهم ما انتبهوش لهاد المسألة. 24 كلمة خاصك ضروري 24 كلمة ديالك تحطها في المحفظة ديالك. خرجوا من هنايا. انا ما غاديش ندير قوم بتاكيد ولا نديرها، ما عنديش مشكل، لان هذا حساب تجريبي. يعني من بعد غندير له السينيال. ها هو غيعطيني الفيريفيكاسيون ديال الجيميل. يعني غيصيفط ليا واحد الكود، غيصيفط ليا كود في الجيميل ديالي، غنمشي ناخدو وغنجي نكتبو هنايا. مفهوم؟ نكتبوه هنايا. واحد الكود في الجيميل غيصيفطو ليا في الرسالة نكتبوه هنا. مفهوم؟ نكتبوه هنايا، كود من 4 الارقام ولا 6 الارقام. المهم داك الكود اللي غيصيفط ليا نكتبوه هنايا في هذا الكادر هذا، وغندير اوكي. وغادي يتم التحقق نيشان. دابا نخرج انا ماشي مشكل، لان هذا غير حساب تجريبي باش نوريكم الخطوات. مفهوم؟ هنا غيدخلني المحفظة. انا ما غاديش ندخل المحفظة، واخا نقدر ندخل ليها ندير تابع. كيعطيك واحد 100 عملة تجريبية. المحفظة مقسومة على آه جوج ايقونات. ملي تدخل المحفظة ديالك تتلقى هاد المراحل هنايا. كاين هاد التيست نيت والماي نيت. شتيها؟ انت ملي غتبي تجرب دائما غتخدم بهادي تيست نيت اللي هي هاد 100
عملة تجريبية. مفهوم؟ مثلا بغيتي تستقبل أولا تصيفط لشي صديق عملات تجريبية، عملات تجريبية. مفهوم؟ تيست نيت، بغيتي تجرب المحفظة وبغيتي تعلم أنك تصيفط وتستقبل بالمحفظة ديالك. تأكد أخي أختي أنك في التيست نيت. مفهوم؟ تأكد أنك في التيست نيت. كيفاش تأكد؟ كتكليكي عليها، ها هي شتيها كتولي لك هنا تيست نيت. هنا كنجرب، كيعطوني هذا الرصيد كنجرب به. مفهوم؟ كيعلموك المحفظة ديالك من بعد ما غادي تولي خدام بها في الماينيت في الشبكة المفتوحة، كيفاش غتكون عندك. غتكون عندك الواجهة بحال هكا. هنا الا بغيتي تخلص، هنا الا بغيتي تسالى لك هذا الرصيد هذا وبغيتي تزيدو، هذه في المرحلة التجريبية. أما في الشبكة المفتوحة الماينيت ما يكونش عندك زيادة الرصيد. الرصيد ديالك اللي عدنتيه ولا يكون عندك هنايا ولا يكون عندك هنا. فهم؟ ولا يكون عندك هنا. المشاريع اللي درتي عليهم ستايكين غيكون عندك هنايا. هادي حنا دابا ما وصلناهاش. شوفوا هاد النقطة هادي هي اللي خصك تفهم. انت كمبتدئ خاصك ديما تكون في التيست نيت، حماية للمحفظة ديالك وحماية للرصيد ديالك، وباش تولف، باش تولف وباش تعرف كيفاش تستعمل المحفظة. هذا ما كان. من بعد في الشبكة المفتوحة ومن بعد ما تعرف على المشروع وتولف المحفظة وتولي عارف الحيتيات ديال المشروع وديال المحفظة وكيفاش تستخدمها وكيفاش كذا، ممكن ديك الساعة دوز لماينيت. ماينيت هنا غيكون عندك تا اكتيفيت لأنك يلاه قديتي المحفظة حساب جديد. غتكون عندك بحال هكا. ملي غتكمل هاد التحقق من الهوية اللي قلناه، ماشي يبقى عندك بحال هكا. غتفتح ليك المحفظة، غتفتح ليك المحفظة. هذه المحفظة الحقيقية الماينيت. أما التيست نيت فما كاين حتى شي إشكال. التيست نيت ما كاين حتى شي إشكال. التيست نيت كتجرب بها وانت يلاه داخل مسجل. كتجرب تصيفط لشخص آخر يوصلوه العملات، يريكلامي لك بأنهم وصلوه، عادي جدا تستقبل حتى انت. منين غتستقبل ومنين غتصيفط أخي العزيز؟ من هذا العنوان. هذا هو العنوان ديالك. فوق كتنسخو من هنا وتصيفطو. مثلا أنا بغيت واحد الشخص يصيفط ليا مثلا واحد عملة باي ولا جوج عملات ولا ثلاثة. كنسخ هاد العنوان من هنا، تنصيفطو ليه في واتساب ولا في ميساج، تياخدو هو تينسخو، تيدخل على هنايا هادي الأيقونة وتيرسل ليا. تيدير إرسال. أنا ناخدو دابا كوبي، ندخل على الأيقونة. شتي اش كيعطوك هنا؟ كيعطوك طرق كتيرة باش تصيفط. كود كيو ار، ولا تضيف واحد المحفظة هي هادي نيت اللي خدينا العنوان ديالها، أولا من جهة الاتصال اللي انت مسجل عندك، أولا مشاركة ديال شي جهة. يعني المحفظة عملية. شنو اللي بنبين لك أنا هنا؟ أن المحفظة عملية وأن المشروع حقيقي وأن الرصيد حقيقي. لاحظ معايا، لاحظ معايا هنا. هاد الرصيد ملي يتحول لك لهاد المحفظة هنايا، بإمكانك ديك الساعة تصيفطو لأي شي جهة ولا يصيفط لك تشري به، يبيع لك، مكاينش مشكل. لأن العملات غادي تقنن والقوانين راه خدامين عليها دوليا. مفهوم؟ يعني الأمور واضحة. خرجوا دابا من بعد ما لاحظنا هاد الشرح هذا البسيط بإيجاز، يعني داكشي بإيجاز الإخوان. أنا تنوضح لك باش ما باش هاد الشي ما يدوخكش وفي نفس الوقت ما ترتكبش أغلاط. مفهوم؟ أما راك الشرح التفصيلي لهاد الشي ماشي دابا. خرجوا دابا، خرجوا باش نرجعوا للقائمة اللي غاديين حنا خدامين عليها. درنا المحفظة، خدينا 24 كلمة، أكدناها في المرحلة 3، ودرنا تهيئة الوديعة. الآن المرحلة عطاتني بحال ما هكا لأنني أنا ما فعلتش
الجيميل، الكود ديال الجيميل، حيت انا داير غير جيميل تيست، كنتيستي معكم باش نتوما تعرفوا المراحل. مفهوم؟ دابا المرحله ديال تامين الحساب، هنا كيجيك واحد السيلفي، هذه قاديناها، هذا هو الحجز، ساليتيه. المهم انت كتضرب على المكتمل مكتمل مكتمل، حتى هذه راه مكتمل، اي راه انا ما دايرش جيميل باش غادي يجيني فيه الميساج. مفهوم؟ لان هذا حساب تجريبي غادي نلغيه من بعد. هنا كيجيك السيلفي. مفهوم؟ هنا هاد الخطوه هادي كيجيك السيلفي من بعد ما كتكمل هادي وهادي وهادي وهادي، كيجيك هنا السيلفي كدوزو تأمين الحساب. السيلفي لقطة الشاشة ديال وجهك باش هكا كيكون الحساب ديالك انت المالك ديالو الوحيد. مفهوم؟ هاد السيلفي كيبقى يجي مرة مرة تدوزو، ما كاين مشكل، ما عندكش اشكال في هادي. هبطو لتحت. 6 توقيع الإقرار، أنا ندخل ليها. دخلنا للمرحلة 6 دابا. شتي كيعطونا هنايا؟ هادي كتقراها كل إلا بغيتي تقراها، ما بغيتيش تقراها كتهبط لتحت كدير أوافق، كتحط 24 كلمة هنايا اللي كوبينا. فهم؟ كيف ما لاحظتي معايا 24 كلمة كتحط هنا، كتكليكي دخول. تم قبول المحفظة، تمت العملية بنجاح، أنت جاهز، تهانينا. فهم؟ كان أوك، كنكليكي أنا أفهم وكنخرج بحالتي. صافي كنجي بعدا قبل ما نخرج كنشوف هنا المحفظة ديالي اللي أكدت. شتي كيعطيوك العنوان تا هما راه غاديين معاك مزيان، داكشي مضبوط، داكشي كله مضبوط، ها العنوان ديال المحفظة ديالك، يعني ما كايناش محفظة أخرى هنايا. هذا التوقيع الإلكتروني ديالها ماشي مشكل. ها المهم، ها هو هذا صافي، يعني المحفظة ديالك ها هي صافي تأكدات. ساليت هذه المرحلة، وهذه مرحلة مهمة، هي والمرحلة 3. نخرجوا من الفوق، السهم الفوق باش نرجعوا للقائمة. 6 غنلقاها تمت بنجاح. شتيها؟ أي مرحلة كنقادها كتتم بنجاح. هذه هي التحقق من الهوية. مفهوم؟ انت حدك هاد السبعة هادو كتم، هادي كيجاوبوك هنا إلا كملتي هادي كيجاوبوك هنا بأنك تقبلتي، كتولي حتى هي بالخضر. وهنا كيصيفطوا لك المرحلة 9، كيصيفطوا لك الرصيد ديالك. فين كيصيفطوا لك؟ كيصيفطوا لك في هاد المحفظة اللي حطيتي في 6 واللي حطيتي في 3. فهمت؟ هانت شتيها الرصيد ديالك في هاد المرحلة 9 كيتصيفط لك من بعد ما كتكمل الكي واي سي ويتقبل لك. مفهوم؟ كيتصيفط لك لهاد المحفظة اللي حطيتي في 6. حتى لهنا مزيان، كلشي واضح، الأمور واضحة. ملي كتكمل هاد المراحل السبعة، لأن انت حدك هنا صافي سالات المهمة ديالك 7، هادي هما كيجاوبوك وهادي هما كيجاوبوك. ندخلو على 7. ها حنا دخلنا ل7. شوف واش غادي دخلنا، غتردنا للمحفظة فين كاين الأيقونة ديال الكي واي سي. لاحظ معايا الفوق شنو كاين، مكتوبة الكي واي سي، وهنا كندير تحقق من الهوية، المعلومات ديالي الحقيقية، الاي دي، الفيس اي دي. هنا كتصور السيلفي ديالك، كتصور لا كارت ناسيونال ولا الباسبور ولا البيرمي. الوثيقة خصها تكون مدة الصلاحية ديالها باقا، يعني ما وافياش، ما سالاتش ليها المدة ديال الصلاحية. وبالنسبة للمعلومات يكونوا واضحين، الصور واضحين. اش كتبوا لي انا؟ ديزولي nous avons atteint limite de participe. علاش؟ حيت هذا حساب جديد. حساب جديد، علاش قلت لك كتشد النوبة ديالك؟ حساب جديد كنكليكي اوكي وتنخرج كتسيو كدور نخرج بالسهم. فهمتاش؟ حيتاش ما دوزتهاش بقات ليا بالخضر. واش هذا مشكل؟ لا، ما جاتكش النوبة مازال. ملي غتجيك النوبة غادي تفتح ليك، غادي دوزو، غيولي حتى هو مكتمل بالخضر. غتسنى هنا الموافقة واش قبلوه لك ولا لا، ما ديرش اخطاء غيقبلوه. وهنا نهار يصيفطوا لك الرصيد ديالك من بعد 14 يوم من الاجتياز ديال الكيويسي والقبول ديالك. 14 يوم كتحط في الليسته ديال الناس اللي غادي دوز لهم الرصيد. ومبروك عليك. فهم؟ مبروك عليك. حتى لهنا سالا الشرح الإخوان، نتمنى أنكم تستافدوا من هذه المعلومات. أنا ما تيهمنيش الزواق ولا نبدا نمونطي في الفيديو ولا كذا، أنا تيهمني تستافد ودير حساب مقاد. بطبيعة الحال إلا عجبك المشروع واقتنعتي به،
كنقدموا حتى شي نصيحة مالية ولا حتى شي نصيحة استثمارية للإخوان. بالعكس حنا كنناقشوا واحد الظاهرة مالية، واحد البروجي اللي جامع العالم كله هو في تطبيق واحد، وممكن أنك تستافد منه فين ما كنتي غير بالهاتف وبأنترنت. مفهوم؟ باي نتورك للجميع. تحياتي لكم، وما تنساناش من الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، واللايك. أي سؤال خلي لي في الكومنتير نتفاعل معك، ودعموا القناة. المحتوى هادف ومحتوى اللي تستافد منه. تبارك الله عليكم. كان معكم أخوكم حسن.